سجلت هذه الفتاة مقطع الفيديو التالي وهي تركب القطار مرورا بأحد الغابات. وفي يوم الخميس شهر أكتوبر 2013 كان سيكون آخر يوم في حياتها، لأن قطار كان يمر بسرعة البرق، ولم تنتبه الفتاة أن معظم جسمها في الخارج، وكانت على وشك الاصطدام بمجموعة كبيرة من الأغصان. فقد مرت الأغصان بمقربة من وجهها، فأدخلت رأسها بسرعة البرق، والحمد لله لم تصاب بأي مكروه. في اليوم التالي نشرت الفتاة هذا المقطع على التيك توك، ممتنة أنها تعتبر محظوظة لأنها ما زالت على قيد الحياة. في شهر أكتوبر عام 2018، وبينما كان العمال يقومون بقطع شجرة كبيرة عملاقة بجانب أحد المنازل، كان كل شيء يسير جيدا، ولكن خطأ واحد كان سيؤدي بحياة أحد الأشخاص إلى التهلكة، وهو أنهم نسوا وضع إشارة تنبيه السائقين على وجود أشغال خطرة على الطريق. مرت سيارة بسلام، ولكن سائق الدراجة كان محظوظا جدا، لأنه لو أبطأ بقليل سوف يتم سحقه تماما. من لا يشعر بالخوف أثناء قطع الطريق، ولو كان ذلك عبر ممر الراجلين، ولكن في أغلب الأوقات حتى ممر الراجلين قد يكون خطرا جدا. هذا ما حدث مع سائق الدراجة هذا، الذي التفت يمينا وشمالا قبل قطع الطريق بحذر، ولكن ما هو مكتوب. فجأة اصطدمت شاحنة بسيارة مسرعة، وكان المسكين سائق الدراجة أن يكون ضحية هذا الحادث. مرت سيارة بجانبه، أما الشاحنة فمرت من فوقه تماما. سبحان الله. كان السائق يسوق سيارته بشكل عادي حتى وقع أمامه مباشرة هذا الحادث الخطير. كما هو واضح في هذا المقطع، كان هناك رجل قد أنقذ حياته وحياة طفله بسرعة البرق فائقة، وكل من نجا من هذا الحادث سيعتبرون محظوظين للغاية. كنا نحب المزاح واللعب مع الأصدقاء، ولكن هذا المقطع سيجعلك تفكر 1000 مرة قبل أن تمازح أحد أصدقائك. وفي يولندا تم تسجيل هذا الفيديو بواسطة كاميرا أحد الشوارع. كانت صديقتان تتجولان في وسط المدينة، إلا أن أرادت واحدة المزاح مع الأخرى فقامت بدفعها، ولكن المفاجأة أن كانت هناك حافلة قد مرت بجانب رأس الفتاة، مما جعل صديقتها تشعر بصدمة قوية. لو لم تكن الفتاة محظوظة لكان رأسها الآن جزء من الطريق. بعدما انتهى من تحميل البضاعة في المصعد، كان هذا الرجل محظوظا بما يكفي لأخذ خطوة واحدة تماما خارج المصعد. لا يزال بإمكاننا رؤية الصدمة على وجهه وهو يحاول الشرح للآخرين. هل كانت هنالك ملائكة حراس الحياة من تدخلوا في إنقاذه، أم أنه محظوظ فعلا؟ هذا الطفل الذي يقف بجانب الطريق ربما ينتظر سيارة أجرة. عزيزي، فقط بدأ باللعب على ما أظن على أنها كرة غير مرئية بساقيه، ولم يكن يعلم أنه كان يلقي بنفسه بعيدا عن حادث كان من شأنه أن يودي بحياته بالتأكيد. فقط تخيل ما كان سيحدث إذا وقف هناك لبضع ثواني، لأن السائق كما هو واضح فقد فقد السيطرة على سيارته. إذا كنت تعتقد أن لهذا الطفل ملاك حارس أو أي كان، فهذا يفسر تماما الكرة الغير المرئية التي أبعدت الطفل من هناك.
في أحد شوارع الرياض في السعودية. خرج هذا الرجل بعد يوم طويل من العمل. كان يتمشى في هذا الشارع يوميا بسلام لإزالة الإرهاق، لكن هذا اليوم كان مختلفا تماما، فقد سقطت لافتة عملاقة من واجهة أحد المطاعم، وكانت اللافتة مصنوعة من الزجاج. تخيلوا معي، ذلك كان كفيل بأن يقطع جسم الرجل إلى نصفين، وكلنا نعرف أن شظايا الزجاج تسبب بالكثير من الإصابات الخطيرة. يعتبر هذا الرجل أكثر حظا لأنه لم يصبه أي مكروه. سبحان الله. غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن يتلقى إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وأتمنى من كل قلبي ترك إعجاب وتعليق على الفيديو. تحية كبيرة لكل عشاق الرعب. أتمنى لكم ليلة سعيدة ومخيفة طبعا. نتلاقوا في فيديو جديد. يلا باي.